وحدثني رجل أنه قتل ابنه الأول في الدفاع عن عرضه، فلما قتل في الشارع دخل على الأم قال لها مات فلان، قالت الله أكبر الحمد لله الذي شرفني بشهادته. وعنده 4 أولاد وبنت أو بنتين، ثم قتل ولده الثاني بعده بيومين، ثم بعدها جاء واختطف الولد الثالث. وأشياء حقيقة مؤلمة، إلا أنهم ذكر لي أحدهم أنه جرح ولده في بعض المواجهات وجيء به إلى البيت، يقول فطرقوا علينا الباب وكان يضربون الولد ويقولون من الرجال البيض على الخيول البيض اللي معكم. والله العظيم حدثني به رجل عمره قريب من 70، يقول كانوا يقولون لي ولدي من الرجال اللي على خيول بيض معكم، يقول ما أظن إلا إذا كانوا ملائكة احنا ما ندري عنهم. من الرجال اللي على خيول بيض معكم، يقول ما أظن إلا إذا كانوا ملائكة احنا ما ندري عنهم. وحدثوني أنهم في درعا لما أغلق عليهم 3 أيام لا ماء ولا كهرباء، وكانوا يرمون الخزانات المياه في الرصاص حتى يخرج كل ما فيها من ماء، فلما يعني وقع ذلك يقول كاد الناس أن يموتوا 3 أيام، يقول والله ما تسمع في البيوت إلا لا إله إلا الله والله أكبر تضج بها البيوت، يقول فإذا بالسماء تتشقق علينا بالماء ونغرق من كثرة الماء وشبعنا وروينا فأحمد الله تعالى على يعني والله يا أخي أن دخلتنا عليهم بصراحة ورؤيتهم لنا أنها أكبر يعني داعم نفسي لهم، مع أن البعض قبل لا أذهب قال لي انتبه وترى خطر عليك